ناس كتير بتقعد تسالني ليه ببعت 20 او 30 او 50 بروبوزل ومحدش بيرد عليا، وازاي في الناحيه التانيه تلاقي واحد بيبعت عرض واحد بس وبيتقبل في ساعتها. انت عارف الفرق ما بينك وبينهم ايه؟ مش المهاره بتاعتهم، لان انت حتى احسن منهم وانت عارف ده وانا عارف ده. والنهارده هعلمك ازاي تفك شفره اي جوب بوست وتفهم العميل بيقول لك ايه من غير حتى ما تقول اصلا. لو انت فهمت الاستراتيجي اللي العميل بيبوست بيها هيجي لك شغل بشكل انت لا تتخيل. وعشان نفك الشفره ديت محتاجين نعدي على 5 حاجات مهمه جدا. اول حاجه، العميل استحاله يقول لك اللي هو عايزه فعلا. طب يعني ايه الكلام دوت؟ العميل بيكتب بوست وبيحط شويه تفاصيل، بس للاسف 90% اللي هو محتاجه مش موجود. تعال اديك مثال. تعال كده نقول العميل كاتب I need someone who can manage my social media account. هو انت فاكر ان كده معناها ان انت هتكتب له بوستات بس مثلا؟ لا يا معلم، انت فاهم غلط تماما. هو اصلا مضغوط ومش فاضي وعاوز حد يشيل عنه الليله ديت كلها، ومش بس يشتغل وينشر بوستات. انت هنا بقى بتيجي المهاره بتاعتك انك تفهم النيه من النص. يعني هل قناه الراجل دوت واقعه والبوستات اللي انت هتنزلها اللي انت فاكرها سهله الهدف منها انك تنزل بوست وخلاص، ولا انك ترفع من شأن القناة وتزود متابعين للكلاينت ده؟ اهم حاجة ان كل جملة بتتكتب لازم تفهم النية بتاعتها. اوعى تقرا البوست دوت بعين موظف عاوز يعمل فلوس على اب وورك وخلاص، اقراه دايما بعين بني ادم عاوز يحل مشكلة لحد. حاول تقرا ما بين السطور كويس جدا، واسال نفسك هو العميل كاتب دوت ليه؟ طب هي ايه المخاوف اللي عند العميل؟ لو انت فعلا فهمت المخاوف صح هتعرف تحل المشاكل اللي عنده. اخر حاجة انك تفهم ايه هي اولويات المشروع دوت، ولاحظ الاستراتيجية اللي العميل كاتب بيها الجوب ديسكريبشن. طب يعني ايه الكلام دوت يا حسن؟ بص يا سيدي، لو العميل كاتب كلام مختصر ده معناه ايه؟ ده غالبا سريع وعاوز حاجات تخلص بسرعه. بس نصيحتي ليك قبل ما تخش مع العميل في انترفيو لازم تعرف وتساله على الشات هو محتاج ايه بالظبط. طب ولو كتب كتير جدا، ده واحد عنده attention to details او بيهتم بالتفاصيل، كاتب مشكلته بالتفصيل وانت المطالب منك ترد عليه باستراتيجيه. مش انت عندك خبره قد ايه في مجال اداره المشروعات او في الفيرتشوال اسيستنت، انت بترد بحل مش بترد بمؤهلاتك. مؤهلاتك ده في الاخر خالص. الخطوه رقم 3، ازاي تعرف تبني العرض بناء على التحليل دوت. دلوقتي انت فهمت عقل العميل كويس جدا طبعا بعد الخطوتين اللي احنا قلناهم فوق. طب نعمل ايه يا عم حسن؟ ركز معايا. اول 3 سطور او حرفيا 250 حرف بيتكتبوا في اي كفر ليتر، دول انا بسميهم بالانجلش ميك ات اور بريك ات. يا اما تلحق يا ما تلحقش. ده الهوك اللي انت بتكتبه للعميل عشان يختارك انت ما بين اي حد تاني. لازم تبين بالظبط ان انت فهمت هو عاوز ايه. اوعى تقول له I can do this job، قول له انت محتاج حد ينظم لك الورك فلو بتاعك عشان يوفر لك عدد ساعات معينه الداتا بتاعتك ما تضيعش، وكل حد يبقى منظم لك الفريق بتاعك بشكل حلو جدا. وانا فاهم من ضغط اللي انت بتعاني منه كبزنس اونر، وانا جاي هنا عشان اساعدك. وتبدا بقى تعرض له كيس ستادي لعملاء مشابهين ليه شويه انت اشتغلت معاهم، وازاي انك عرفت تقدم لهم حل وفر عليهم وقت ومجهود ونوعا ما كسبهم فلوس. وبعد كده انت بقى هتقول له انا استراتيجيت عشان انفذ لك الشغلانه هعمل لك 1 2 3 4. طبعا ما تزودش في الكلام، هو بس يا دوب سطر مع الاستراتيجيه انت هتعملها له. خد بالك ان انا ما قلتلوش ان انا بقى لا 7 سنين خبره ولا سيرتيفايد من بروجكت مانجمنت ولا ان انا تنين مجنح ولا بشرب قصب ولا الهري ده كله. انا دخلت على طول قلت له انا هعمل لك 1 2 3. طريقه كتابتك للعرض هي اللي بتبين قد ايه ان انت شخص بروفيشنال وشخص مهتم جدا، والاهم قريت الجوب بوست اصلا. خطوه رقم 4، ازاي بقى تكسب ثقه العميل قبل ما يشوف شغلك. ال3 خطوات اللي فاتوا دول انت كده حسست العميل انك مهتم وفعلا قريت الجوب بوست تمعن وهترد عليه بشكل صح. وده كويس جدا لانك بتبين له انك شاطر. وخلي بالك العميل مش بيدور على شخص عبقري، هو بيدور على حد يرتاح له ويحس ان هو فاهمه. بمجرد ما ده حصل اعتبر يا معلم ان العميل ده بنسبه 95% معاك. اخر خطوه بقى، والخطوه ديت في حاله بقى ان انا خلاص تم اختياري وداخل معاه شغل على ابورك. اول حاجه هبدا اعملها هعمل حاجتين، هبص على الجوب بوست، ويا سلام لو الراجل الطيب ده سايب الموقع بتاع الشركه بتاعته. عاوز اقول لكم انا بخش بفلي اللينكدين بتاعه، بشوف البيج بتاعتهم على اليوتيوب، بشوف هو نزل ايه على الانستجرام، ببتدي اشوف اخر ايفنتات العميل دوت عملها، وابتدي ان انا ادور الراجل ده بيشتغل ايه وبيكتب ايه بالظبط عشان اكون فهمت كل حاجه. بقى عندك كده حاجه بنسميها بالانجلش البيرد اي فيو، عندك نظره شامله عن البيزنس. فلما حتى العميل يجي يقول لك اصل احنا هنعلمك انك تعمل كذا كذا، تقول له انا قريت كذا 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 كذا. هنا العميل شاف ان معاه واحد بنسميه برو اكتيف، انت شخص بتسبق بالشغل، وده شيء كويس جدا. لو انت عملت الخطوه الاخيره ديت اوعدك ان العميل بتاعك هيفضل مكمل معاك لسنين قدام. ودول يا سيدي كانوا 5 خطوات مهمين جدا انت كان لازم تعرفهم لو انت عاوز تكتب اي كفر ليتر. لو انت طبقت اللي انا قلته لك النهارده دوت صدقني هتلاقي فرق شاسع في عدد العملاء اللي بيقبلوا الكفر ليتر بتاعك. بس يا سيدي بسيطه. سلام.